ايضا عرض وبران المشاهدين. انا تفائلت اخر مره والسكين شفنا في سيدني في قلب الدفاع في المباراه الاخيره لعب وسط على الجهه اليمنى، في الشوط الثاني لعب وسط على الجهه اليسرى. ممكن المدرب ما يعرفوا كثير. إذا الآن نتوجه لخالد حربان ووحدة المباراة بين الكويت وكوريا. أبو يوسف تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي آنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا محدثكم خالد حربان من قناة أوربتس من القناة الرياضية، واللقاء اليوم يجمع الأزرق الكويتي بالأحمر الكوري، وهذا اللقاء بين الفريقين اللقاء رقم 16. التقى الفريقان والتقت الدولتان 16 مرة. فاز المنتخب الكويتي 15 مرة، فاز الكويتي 7 مرات والكوري 5 مرات، تعادل 3 مرات، وهذا اللقاء 15. حكم المباراة الحكم الأمريكي يدير هذا اللقاء اليوم براين هول، أمريكي، هو 39 سنة، دولي منذ عام 1992، وهو اللي بيدير هذا جمال يعقوب، وهذا المدرب دوشان الشيكي أيضا الذي يشرف على المنتخب الوطني الكويتي في هذه البطولة، ومعهم أيضا كان من أيام التصفيات. طبعا المباراة اليوم بعد الصين تغلب على اندونيسيا. إذا اليوم في أسماء ناصر العثماني يعود اليوم في التشكيل، ويلعب أيضا اللاعب علي عبد الرضا رقم 4 في الدفاع الأيمن، لاعب نادي السالمية. يغيب عصام سكين، طبعا عصام سكين لم يكن جاهز حتى المباراة الماضية لأنه تعرض إلى إصابة في قبل تدريب. هذا أسامة حسين لاعب النادي العربي وكابتن الفريق الوطني الكويتي. وهنا اليوم أيضا بيغيب عن كوريا اللاعب الكابتن رقم 20 عند بطاقة حمراء أمام الصين هون ميون يو، أيضا بيغيب عن مباراة اليوم، وهذا هو اللاعب نهير الشمري لاعب نادي القادسية الكويتي وحكم المباراة في هذا اللقاء. إذا يبقى لنا أمام الفريقان، ليس أمام منتخب الكويت، أمام الفريقان. التقى الفريقان الحقيقة في أول مرة في كان 1972 في بانكوك في تايلاند، وكانت أيضا بطولة كأس الأمم الآسيوية، وأول مشاركة آسيوية كانت للكويت، بحيث أن كوريا طبعا فازت في كأس آسيا مرتين ما قبل هذا التاريخ، وبالتالي كان تغلب فريق منتخب الكويتي بهدفين مقابل هدف واحد. واعتقد يمكن في لاعب سلطان محمد سلطان، يذكرني محمد سلطان عندما سجل هدف كوري الحقيقه في مرمى كوريا، وقلت يمكن لو شاتها باليسار. وهذا الهدف الحقيقه يوم انا ذكرت فيه بالفعل ايام المدرجات، وهي قصه طويله في هذا الهدف 2-1 على مرمى الكويت. اخر لقاء جمعهم كان ايضا في 11/12/98 في فازت كوريا 1-0. اذا هذه صفاره الحكم الامريكي تنطلق، وهذه الكره تنطلق الان امامكم في هذا اللقاء وفي هذا المساء. لعبت ناحيه اليمين، كره ملعوبه للمنتخب الكوري في الجهه اليمنى، يلعبها اللاعب رقم 4 اللي هو بارك تشين سيب، يلعبها تعود مره ثانيه في قلب الدفاع. مباراه حذره من الطرفين بين كوريا ومن الكويت، والفريق الذي يخسر هذه المباراه اعتقد انه يكون بعيد كل بعد عن الوصول للدور الثاني في هذه المباراه. كره مع تيم تشايوون ينقلها ارضيه على طول ملعوبه لبارتشن، ولكن مقطوعه اللعب، وبيحصل عليها المنتخب الكوري في الدقيقه الاولى، ولكن مقطوعه مره ثانيه. اللعب اقرب الكره الى بارتشي هونغ يلعبها كره اماميه على طول، وبيحاول يمر وداخل معاه المدافع رقم 4 اللي هو علي عبد الرضا. اول مشاركه للاعب علي عبد الرضا، هذا اللاعب يلعب في نادي السالميه، لاعب علي عبد الرضا. تطلع كرة وتطلع برا الملعب او من ضمن البدلاء الموجودين على قائمة الاحتياطي. اصابة طبعا اللاعب الكويتي حسين الخضري، وايضا تعرض اصابة لسكين، تعطي الفرصة للاعب البديل، وهذا طبعا الوقت المناسب اللي ياخذ البديل مكانه في لعبة. كرة اللعب توصل في النص ملعوبة ناحية اليمين قريبة المنتخب الكوري، حصل عليها المدافع رقم 2 يلعب بدل 20 2 اللي هو كان جون هذا لعب بدل الكابتن اللي عنده بطاقه حمراء وموقوف. هذا بيعود لاعب كان جول يلعب بداله 28 سنه. هذا هو الان بيكون في مكان الحقيقه عمره 28 سنه. هذا اللاعب يلعبها ناحيه اليسار ويمررها ناحيه بارك تشي هونغ، منقول امام.
كرة كورية على طول الأمام تلعب وتوصل. وطبعا منتخب كوريا مثل منتخب اليابان يعد نفسه في عام 2002 لتنظيم كأس العالم. وصل لكأس العالم منذ عام 1986 في المكسيك، وعلى التوالي 5 مرات يصل لكأس العالم، ولكن ليس له إنجاز في الوصول للدور الثاني. كرة اللعب توصل إلى ناحية نهير الشمري، نهير الشمري لعبها إلى أسامة حسين، أسامة نقل ناحية يمين على طول لعلي عبد الرضا، كرة ملعوبة معاه توصل إلى صالح البريكي. صالح كرة أمامية، صالح لعبها للأمام ملعوبة لبشار ولكن مقطوعة على طول، توصل قريبة في نص الملعب، يحصلها ناحية اليمين 4 لوبار تنسب، يلعبها للأمام، سب للأمام ملعوبة، تطلع كرة وين؟ برا الملعب، برا الملعب. أسامة حسين، أسامة لعلي، جهة اليمين طويلة على طول الأمام، ولكن في راية في أوفسايد. اللاعب بشار عبد الله في موقف تسلل. طبعا جاسم الهويدي وعبد الله هم الاثنين في المقدمة، ولعبت على طول يا باركنسون رقم 2 لاعب كان جوي 30 كيم تشاي وون طويل الأمام. أسامة حسين اللعب، كرة في نص الملعب ناحية اليسار على طول، فاول، حكم الأمريكي فاول. المطيري، أحمد المطيري، كرة لعبة أمامية على طول ناحية اليسار وسريعة، بيتقدم لأحمد المطيري وبيعكسها عرضية توصل لحارس المرمى لي وون تشن. الحارس لي وون تشن هو الحارس الأساسي اللي كان احتياطي الحديث لعب مباراة أمام الصين المباراة الماضية كان كيم يونغ وي، بينما اليوم يلعب الحارس رقم 1. الحارس رقم 1 اللي هو لي وون تشي هو اللي يلعب اليوم في حراسة المرمى الفريق الكوري. لعبت كيم سانغ تونغ، لعب في النص، كرة الأمام على طول ملعوبة المنتخب الكوري، حصل عليها المنتخب الكوري 11 اللي هو لي دونغ كوك. سامة بيلعبها للأمام، داخل مع على طول البريكي مع اللاعب كيم سانغ سك، لعبها 12 لي يونغ يو، وفي صفارة فاول. في صفارة فاول، هذا اللاعب علي عبد الرضا، اللاعب ياخذ فرصة لأول مرة الحقيقة. لعبت بريتشي، لعبها ولكن تطلع كرة برا الملعب. ناصر عثمان، كرة اللعب ناحية اليمين وملعوبة حلوة ولكن برا، ملعوبة ناحية الهويدي، فرصة طيبة الحقيقة لمنتخب الكويت، ولكن يلعبها، شوف الإعادة، تمريرة حلوة ومكان ولكن أيضا بعيدة على المرمى، وتسديده. وطبعا نعرف ان الهويدي يعود بعد اصابه الحقيقه، واصابه كانت في الركبه وعمل عمليه، وعاد الان بالسلامه يشارك. كره اللعب توصل، كره ملعوبه في ناحيه اليمين قريبه، تطلع كره برا الملعب او 30 حقيقه. احمد المطيري، بدر حجي، كره اللعب وتوصل ملعوبه في النص، بدر حجي بيلعبها ناحيه اليسار سريعه ولكن اقرب للمنتخب الكوري. المنتخب الكوري كانشول الى لي ونشي باركن فون النص قلب الدفاع. كانشول طويله اماميه عند صلاح دبشه حارس مرمى المنتخب الكويتي، لعبها مباشره على طول سريعه ناحيه اليمين، اللعب في العرض توصل
غايب عبد الله وبران، غايب عن التشكيل الاساسي. كرة لعبت ناحية اليمين إلى علي عبد الرضا، ملعوبة في النص مفتوحة المنتخب الكوري ناحية اليمين علي عبد الرضا، كرة مشتركة بيحصلها بس فاول على اللاعب رقم 10 اللي هو نو سونغ يون. فاول نو سونغ يون، فاول عرقل لا دافع منتخب الكويت. الحكم الدولي الامريكي علي عبد الرضا راح ينفذ الفاول على عبد الرضا، بيلعبها كره طويله امام على طول، وسبع دقائق لحد الان نظيفه في المباراه، يبعدها المدافع كانشول. اللعب في نص الملعب قريب على طول الى بينيه الهويدي، ولكن ياخذها المدافع على طول بارشي هون. بشار مررها تمريره جميله جدا حقيقه للهويدي، ولكن ايضا كان الدفاع اقرب لها، وفي فاول على بشار. والله انه فيها فاول. بشار دفع الكره عنه، لكن الحكم قريب منه، واللاعب بس قطع اللاعب رقم 4 اللي هو باركن. لعبت كره على الامام على طول، تعدي جمال مبارك واحمد المطيري. جمال مبارك بدر حجي كره اماميه بيلعبها في النص، ملعوبه توصل في نص الملعب قريب على طول بريك يلعب ناحيه اليمين سريعه ناصر العثمان، كره معاه وبيمر وبيحصلها وبيلعبها وتطلع كره برا الملعب. ضربه مرمى الحقيقه. ايضا فتح الملعب بشكل جيد، وهجمه خطره معكوسه في جهه اليمين بشكل جيد. بدايه طيبه للمنتخب الكويتي الحقيقه، وبين الهويدي ناصر العثمان وللامام ملعوبه، ولكن دفاع المنتخب الكوري قريب، وبيقطع الكره مشتركه بينه وبين لاعب الكويت، تطلع كره برا الملعب. ضربه مرمى لصالح كوريا. كره اللعب الامام ملعوبه النص قريبه لباركين هون، هذا للامام اقرب في نص الملعب يو سانكو. المدافع كانشول يلعب بدل لاعب موقوف هون هو اللي هو موقوف عنده بطاقه حمراء مباراتين، وبالتالي يكون بداله هذا اللاعب الكابتن هو رقم 20 موقوف. لعبها ناحيه اليمين في مكان سليم ناحيه اللاعب سين كاو. لعبت مره ثانيه 4 يقوم بدور هجومي باركن ست. لعب في نص الملعب المنتخب الكوري، وكره ملعوبه جهه اليسار وتسديده، ولكن تضرب في الدفاع ويفقدها، يحصل عليها 24 باركنسون. يعيدها مره ثانيه ومفتوحه، ولكن تعود المنتخب الكوري في نص الملعب الى باركن هونغ ناحيه اليسار. ملعوبه لعبات في الامام، كره سريعه على طول مره ثانيه، لعبات سريعه ولكن يهدي اللعب الخلف، يلعبها ناحيه اليمين من لاعب سين شاي وون. يحاول يمر، حاول على احمد المطيري، احمد المطيري لاحظ اللاعب رقم 4 الحقيقه لا بارك شيل هذا كان في سيدني، ايضا كان ضمن المنتخب الاولمبي ولاعب جيد. و10 ايضا نو سونغ يون، ايضا هذا كان هدف في مرمى الصين، سجل كان في كاس العالم 98 ويلعب في نادي بيدا الهولندي. لعبات خطره ولكن ملعوبه دفاعها دفاع منتخب الكويت، خطره على المنتخب الكويتي، تلعب كره عرضيه ملعوبه على طول، ولكن فلاح دبشه طبعا طويل، المفروض فلاح دبشه لابد يتأنى في عمليه وفرصه ضايعه لمنتخب الكويت. منتخب الكوري ناحيه اليمين، كره ملعوبه يعكسها نو تشون يون وبيلعبها الامام وبتصلح، والضغط بدا كوري لحد الان، وبالتالي بدر حجي لعبها علي جمال مبارك لعبها لا بالخطا، توصل للدفاع الكوري وما تبر الحديده للمهاجمين لحد الان، لا الهويدي ولا بشار. خط النص لم يقم بدوره الان في عمليه دفاعيه ايضا قائم
بدوره العمليه الهجوميه. لا لعبت كره في النص توصل الى الخلف. كانشول تيم تشايوون لعبت للامام. اللعبات على طولات تيم تشايوون يعيد الخلف الى كانشول الى بارك تشي هون. هذا يلعب في نادي في الجامعه. اللعب علي عبد الرضا داخل مع اللاعب 11 تطلع كره من علي عبد الرضا برا الملعب. في ارتباك طبعا. علي عبد الرضا اول مباراه يلعبها صعبه امام كوريا. المباراه تحدد مصير وصول الفريق للدور الثاني في المباراه رقم 12 يرميها لي يونغ يوك. اللعب المنتخب الكوري لعبت كره الامام على طول ولكن يبعدها من طيري لكن تكون قريبه للاعب الكوري وفلاح دبش. بدر حجي يبدا الهجمه لعبها ناحيه اليمين ناصر العثمان. كره مع ناصر العثمان يتقدم ناصر العثمان كره معه يباصيها هات خذ وهو بدر حجي وناصر العثمان بيلعبها. الله عرضيه من ناصر العثمان وبعيده عن الهويدي وبشار. شوف الحقيقه ملعوبه حلوه ملعوبه مرسومه 3 نقلات حلوين الحقيقه حلوين ولكن تكمل لو كانت عسل من جاسم الهويدي. 13 دقيقه من زمن الشوط الاول من المباراه والتعادل ما زال لحد الان بدون اهداف 0-0 الكويت وكوريا. المباراه الثانيه ضمن المجموعه الثانيه الاسيويه في كاس اسيا الثانيه 10 في لبنان. كرة اللعبة تعطل في نص الملعب وقريبة المنتخب الكوري. لعبها طويلة المدافع كانشول تطلع كرة برا الملعب اوت. يلا يا اولاد العكس تلعب كرة حلوين يا اولاد حلوة. وناصر عثمان قام بدور طيب حق ناحية اليمين. رمي التماس في اللعب بريتشي ناصر العثمان لعبت كرة اللاعب المنتخب الكوري لعبة في النص توصل في نص الملعب مع المنتخب الكوري مدافع كانشول ينقلها في نص على يو سانتو. لعبة الامام يشيلها تطلع كرة برا الملعب. رمي الدمع ربع ساعة الأولى من زمن الشوط الأولاني والتعادل ما زال لحد الآن بدون أهداف. كرة مقطوعة لدفاع منتخب الكويت وصل الهويدي بيلعبها لكن في مكان أقرب لها. لاحظ المنتخب الكوري بيلعب دائما بظهير ساقط اللي هو كانشول يلعب مكان هونغ يونغ بو اللي موقوف ببطاقتين بطاقة حمراء وبالتالي دائما التغطية تكون من اللاعب رقم 2. وهنا في هجمة ناحية اليمين كرة ملعوبة ل9 اللي هو سول كيهيون لاعب صغير. هذا لاعب سنه اصغر لاعب الفريق لم يكن في سيدني. رمي التماس باركنسيت تعود لي باركنسيت ينقلها مرة ثانية حلوة مرتبة لباركن في اللعب توصل ل10 لي يونغ يو تطلع الكرة برا الملعب. رمي التماس في تشكيل ثلاثي يمين وهذا بالصورة واضح جمال مبارك. لعبت كرة اللعب توصل حصل عليها مطيري كرة مشتركة تطلع الكرة برا الملعب. شوف لا طبعا بشار بيرجع ورا بيساعد شيء جيد الحقيقه. التفاهم اليوم موجود ما بين الاثنين ولكن لاحظ ان اللاعب رقم 2 كانشول دائما متاخر كظهير ساقط بحيث يعرف ان الكويت هي مرتده. وطبعا براعه الهويدي والبشار في عمليه المرور. بشار بيتخلص اليوم وبيعود شايفه انا في نص الملعب وهذا شيء جيد يتخلص من الرقابه ولكن الكره ما فيها شيء. يمثل اللاعب رقم 11 الى ناصر العبيدي وكره اللعب وهجمه لمنتخب الكويت. وصل ناحيه اليمين الكره بيعكسها وبيحاول يمر وبيعكسها وجول الله يا بهويدي يا 100 معلش حلوه الحقيقه
ضربه والمتابعه كانت ناقصه وبرافو ناصر العثمان. الحقيقه ناصر العثمان بيقوم بدور كبير جدا الحقيقه في تقويه منتخب الكويت الوطني في خط الهجوم الهويدي وبشار عبد الله، ولكن تبقى تناصر 17 دقيقه من زمن الشوط 17 دقيقه من زمن الشوط الاول من المباراه، وما زال التعادل لحد الان كويتي كوري كره اللعب النص توصل كره قريبه على كيم سانكتيك ناحيه اليسار ملعوبه يسرى الى 9 سولي هيون علي عبد الرضا معاه، وعلي عبد الرضا بيضع رجله تطلع كره برا الملعب. كورنر الحكم الامريكي براين هول امريكي بيقول كورنر. 30 سنه دولي منذ عام 92 يعني قبل ان ينظم كاس العالم في امريكا 94 كان هو حكم دولي. كورنر لامريكا لكوريا والحكم امريكي. كورنر لعبه الكورنر صلاح دبشه وصلت لعلي هي دائما دبشه على اعتبار انت طويل. ناصر عثمان كره معه ياخذها البريتشي اللعب مشتركه بين ناصر عثمان والبريتشي. باسن قوي توصل المنتخب الكوري 10 كره معه ليونغ بيو يلعبها مقطوعه ياخذها اسامه حسين. اسامه يلعبها نهير الشمبري يلعبها بالخطا في نص الملعب نهير. توصل نحن مره ثانيه الى 4 باركن سيب المنتخب الكوري يلعبها النقله الثانيه ملعوبه على طول الى 9 اللي هو سوليونغ 4 لعبها مره ثانيه عرضيه ولكن مقطوعه لدفاع منتخب الكويت. توصل المنتخب الكوري جهه اليسار ملعوبه الامام عند فلاح دبشه حارس المرمى، ونمر عند الدقيقه 18 من زمن الشوط. ملعوبه ناحيه اليمين كره ملعوبه ناحيه اليمين. توصل ناصر العثمان كره معه ناصر العثمان الحقيقه اللي بيغذي فاول عدت الكره الحكم يقول عدت الكره وعدت الناصر العثمان عدت الكره ولكن رمي السمع. هذا اللاعب جيد لاعب نادي السالميه لاعب حقيقي وعطاء جيد ويقوم بدور دفاعي هجومي. شوف هنا عندما كنت اتحدث الحقيقه في المباراه الماضيه المنتخب السعودي واللاعب طلال المشعل لو لعب في نفس المكان اللي لعب فيه هذا ناصر عثمان لو اعطيه الحريه الكامله بحيث ان اللاعب يستطيع يلعب بخط النص ليس عليه ضغط دفاعي يساعد في عمليه الدفاع لكن عليه عمليه تنفيذيه بالهجوم وهنا بالتالي ولكن راح الحين ما شاء الله شو نقول راح ما شاء الله وينتظر دوشان يروح وما يروح اليوم رئيس الاتحاد الكويتي يقول ليس لدينا هنا في تغيير مدرب، واعتقد هذا اول مدرب صار وننتظر اثاره مدربين الكثار الحقيقه في جميع البطولات امر طبيعي. توصل لبشار عبد الله لعبها على طول بشار عبد الله لعبها في النص الى بدر حجي ولكن مقطوع المنتخب الكوري اللعب في نص الملعب وقريبه على طول في النص ملعوبه لستة يوسانشو لعبها قريبه ليونغ لاعب ال 12 اللي هو ليونغ بيو يعيدها مره ثانيه كره سريعه الحقيقه كره سريعه وتلعب مره ثانيه كره اقرب لسته يوسانشو بيهياها يلعبها على طول لسبارك شنسيب ناحيه اليمين منقوله على طول لتسعه سولي هيون كره معه بيلعبها كره عرضيه للامام وتلعب ولكن بيسدد تروح الكره وين برا الملعب. شوف برافو ما تركه لو تركه الحقيقه بالفعل هذا اللاعب كان في مكان سليم شوف كم سدد ولكن ايضا المشاركه كانت من اللاعب الهير الشمري ايضا عطلت على اللاعب اعطاه فرصه اخذ فرصه يسدد اعتكاف. كان في كاس العالم 98 ويلعب في نادي اولسان هيونداي دعايه السياره على يدفع الاردن اولسان نادي هيونداي في كوريا لعبت في النص كيم سانكتن كره ملعوبه 21 4 بارك شنسن مره ثانيه اللعب علي عبد الرضا يدفعها يلعبها على طول ناصر عثمان توصل ناحيه اليمين قريبه ولكن تضرب في زميله تطلع كره برا الملعب او ترمي تماس للمنتخب الكوري. رمي تماس ليونغ بيو ثلاثيه الحقيقه مثلث ناحيه اليسار بيلعبها على طول توصل اقرب الى كيم سانكتن ريتشي معه وبيلعبها ياخذ مكان ومثلث جيد الحقيقه اللعب حصل عليها الفريق الكوري
كرة في متناول الآن الفريق الكوري يأخذها كانشول إلى سيم تشاي وون يلعب في نادي بوزان في كوريا للأمام، ولكن أقرب توصل لسلاح دبشة. 22 دقيقة والتعادل ما زال لحد الآن، وطبعا التعادل في مباراة الحقيقة هامة. الصين الآن أخذ 4 نقاط بعد فوزه على اندونيسيا. الكويت تعادل مع اندونيسيا بدون أهداف، والكويت اليوم يحتاج للفوز. كوريا عنده نقطة واحدة وعنده هدفين، تعادل مع الصين، يبقى له مباراة مع اندونيسيا، قد يبقى الطريق أمامه أسهل من الطريق أمام الكويت، يبقى له مع الصين في مباراة. إذا كل شيء تبقى المجموعة الثانية لحد الآن باهتة واضحة الحقيقة، في نهايتها يكون الوضوح كامل. كرة اللعب توصل، كرة ملعوبة على طول إلى جمال مبارك، ولكن تطلع كرة برا الملعب. 22 دقيقة النتيجة ما زالت لحد الآن التعادل بدون أهداف 0-0. كرة لعبت إلى لي يون كيو، مفتوح لدفاع منتخب الكويت على طول، مفتوح لبشار. برافو بشار بيتحرك اليوم، بشار يلعبها ولكن بيتاخر فيها بشار، بيرجع ورا بيساهم حقيقه فيه، وهذا طبعا حتى يتخلص من الرقابه لابد ان يقوم بدور ايضا بيساهم في خط النص. كره لعبت، كره في نص الملعب، توصل المنتخب الكوري ناحيه اليمين ملعوبه لبارك شينيسك يهدي. بارك 30 كان الى 24 باركين هون على طول. مهارة لاعب سول ليثيون الكرة المنتخب الكوري مفتوحة وتعود مرة المنتخب الكوري، وصل إلى كيم سانتس يلعبها، فاول على علي عبد الرضا. خلي بالك لما كان مثل هذا حيجي الفاول فيه قد يكون بيعرض في خطورة، وهذا اللاعب سول سيهيون يفاول. الحكم الأمريكي فاول في مكان قد يكون في طبعا صعوبة على منتخب الكويت. هذا اللاعب الكوري سول سيهيون، ضربة حرة مباشرة، الحيطة اللي معمولة في مكان في زاوية صعبة، وهذا فلاح دبشة. في تمرير في التسديد، في تمرير جهة اليمين، حيمرر جهة اليمين حيفتح الزاوية، حيمرر جهة حيفتح الزاوية، حيمرر جهة حيفتح الزاوية، ما راح يروح يشوت مباشرة، حيمرر جهة اليمين وحيشوت ويشوت برا، يشوت برا، يشوت برا. تضرب في احد لاعبي منتخب الكويت وتعدي برا الملعب كورنر. ضغط الان الحقيقه شايف ان ضغط المنتخب الكوري بدا ضغط على المنتخب الكويتي اكثر. كورنر لمنتخب كوريا، كورنر لعبة الكورنر خطرة وتطلع الكرة برا الملعب. برافو الحقيقة ايضا بشار اللي راجع ورا لما يترك فرصة للاعب تسديده بسهولة واشترك معاه. اي لاعب يحصل فرصة هنا الحقيقة لابد يكون في معه مشاركة حتى لو صاحب فرصة. 25 دقيقة لكن شايف هذا المنتخب الكوري ضغطه على منطقة 18 الكويت اكثر، والكويت يعتمد على الهجمة العكسية مرتدة ولم تصل للهويدي عدا مرة واحدة وصلت الحقيقة لعبها براسه وكان فيها احراج بحارس المرمى لي ونشن. كرة مع علي عبد الرضا النص الى بدر حج، علي عبد الرضا بريتشي توصل الهويدي، ولكن مرة ثانية مفتوحة تروح بدر حجي توصل في النص، كرة ملعوبة في نص الملعب على طول ناحية اليمين لكن مفتوحة ياخذها مهير الشمري. كرة معها إلى مهير بيلعبها لكن بتروح الكرة سهلة ونهير يدور على لاعب تصل ناحية اليمين وهجمة عكسية خطرة ملعوبة لونجوك. كرة معاه ونجوك كان
امكانيات منتخب الكره حقه في مسك الكره اكثر من منتخب الكويت، التحكم في مسك الكره، التحكم في نقل الكره افضل. منتخب الكويت لحد الان كره ملعوبه ليونغ فيو، يونغ فيو بيلعبها للامام داخل منطقه 18 كره معاه وداخل يلعبها، شوف ياخذ له مكانه بيعكسها في عرض ملعب ولكن ملعوبه تشيلها توصل ناحيه اليمين، كره الى بدر حجي، بدر حجي لعبها في نص الملعب توصل وهجمه على طول، لكن الكره الحقيقه ضعيفه على بشار، ضعيفه صح بشار كان يبيها كره اماميه ولا يبيها بالزاويه اليسرى، كان المفروض يلعبها في الناحيه اليمين كان افضل لبشار، اللعبه كره في النص بس اللعب يبقى اللعب الحقيقه مختلف الاسلوب ومختلف الاداء، الفريق الكوري يلعب الحقيقه بطريقه دفاعيه والطريقه الدفاعيه في بطاقه صفراء في ضرب الحقيقه. تمثيليه يمثل فيها حسن مصطفى الممثل بارك شنسب، تمثيليه ياخذ فيها انذار، برافو يا حسن. نحن لم نشاهد الصوره حقيقه، شاهدنا واحنا شاهد البطاقه المدافع احمد المطيري هو اللي اعتدى، لكن الظاهر انه لا، اللي اعتدى هو الممثل بارك شنسب، ممثل حقيقه بارك شنسب. لعبه شوف اللي تكسبوا العبوا، ها مثل قال تكسبوا العبوا، هذا مثل قال وين عاد مصري هاي مكان تكسبوا العبوا، اذا تستفيد يلعب فيها لا تجمل تكون طريقه شرعيه عاد، اللعبه توصل لبشار، بشار لعبها بعرض ملعب ما حد من لاعبها لكن ما يمرها تمرير رساله لحد وتوصل على طول مقطوعه، مره ثانيه توصل لمنتخب سوريا وهجمات عكسيه مرتده لمنتخب الكويت ولكن لم تنجح لحد الان المنتخب الكويتي، واخطر كرتين كانوا لمنتخب الكويت في اللعب وتوصل الكوريين واقفين ولكن لحد الان ما في خطوره على مرمى الكويت، ما في خطوره على مرمى المنتخب الكويتي. سيم تشان وان كره معه، سيم تشان وان داخل معه على طول البريتشي والنهير الشمري وتعود مره ثانيه للاعب يو سانشو ناقلها توصل في اللعب مره ثانيه سيم تشان وان وبيلعبها كره وتنحط بالراس ولكن تطلع كره برا الملعب. نص ساعة الحقيقة، نص ساعة لحد الآن بنشوف فيها أداء سريع، بنشوف فيها أداء متكافئ، بنشوف فيها أداء الفريق الكوري أكثر مسكة للكرة في نص الملعب، الفريق الكويتي يلعب بالعكس، الهجمة العكسية مرتدة ولكن كل الطرق الحقيقة لم تنجح لحد الآن بإحراز هدف، تبقى المباراة حتى الدقيقة 30 التعادل بدون أهداف في زمن الشوط الأول. كوريا الكويت اللعبة كرة ملعوبة مرة ثانية، اللعب كرة توصل في نص الملعب، جمال مبارك وتسديده ولكن برا، تسديده برا. انا الحقيقه اشعر ان المدرب سيغير في الشوط الثاني بطريقه هجوميه اخرى، عنده سلامه وعنده فرج لهيب، حيلعب بسلامه وفرج لهيب، حيلعب نفس اللعبه الاولمبيه اللي لعبها المنتخب المدرب الاولمبي وليس المدرب المنتخب الاول، لان دوشان مدرب المنتخب الاول وليس مدرب المنتخب الاولمبي، وبالتالي هنا في اختلاف كرة اللعب. توصل كرة اللعب ناحية اليمين إلى سيم تشاون يلعبها للأمام، كرة توصل ملعوبة قريبة ناحية اليمين إلى بارك شنسف، لديه انذار، لعبت إلى المنتخب الكوري، 3 نقلات في النص، دقيقة 30 كرة اللعب توصل حصل عليها بارتشنسن، لاعب متحرك 4 الحقيقة وجيد يقوم بدور أيضا هجومي جيد هذا اللاعب، ملعوبة في مكان سليم وبيعكسها كرة عرضية وخطرة ولكن بالتهيئة وبشوط، وهنا الحقيقة شوف دائما يعني يعتقد لاعبين المنتخب المفروض ما يقومون بالدور مثل هذا، اي كره مثل هذا شوف بتنظف المنطقه، تنظفها يا اما في الجهه اليسار واليمين او تلعبها في مكان بعيد بينما تحضرها في لاعب خصم جاي، وهذا اللاعب حقه يو سانشو بالفعل وسدد كره
الكره كان ممكن تكون خطره على مرمى المنتخب الكويتي لو كانت بين القائمين وتحت العارضه، بينما كانت بر القائم. لعبت تطلع الكره برا ملعب رمي التماس. رمي التماس الدوره شدت، وهذا ثاني مباراه لكل من الفريقين. كوريا مثل نقطه واحده متعادل امام الصين، الكويت مثل نقطه واحده متعادل امام اندونيسيا. يبقى اندونيسيا خسر مباراه امام الصين، الصين فاز في مباراه اللي قبل المباراه هذه واصبح له 4 نقاط و4 نقاط واهل للدور الثاني. لعبت الكره في نص الملعب قريبه للمنتخب الكوري، كره معاه يحاول يمر المنتخب الكوري والكره بينقلها ناحيه اليسار ويباصيها له بشكل جيد وبيلعبها وداخل مع بدر حجي اللي بيقوم بدور دفاعي في جهه اليمين. اللعبه تعود مره ثانيه توصل الى وبيسدد وكره خطره عند حارس المرمى اللي هو فلاح دبشه. فلاح دبشه حقيقه ربنا يوفقه. كره اللعب سقط الهويدي لوحده الحقيقه، ترك مع اللاعب الخلف يعني. سقوط الهويدي هذا انا خايف منه، لان الهويدي يلعب بعد اشتراك الحقيقه بعد اصابه، واعتقد تعرض الى شايف محل الوضع ايده على الانكل، معناه على مفصل القدم لانه قد تعرض الى اصابه في حسين الخضري، اصابه صعبه ولكن هنا مفصل القدم. اشتراك غير مقصود، اشتراك عادي بين بارك جي هونغ وبين ايضا جاسم الهويدي، وبالتالي في توقف في علاج لاعب جاسم الهويدي. شوف المنتخب الكويتي والمنتخب الكوري لقاءاتهم قديمه جدا. في تاريخ 12 مايو شهر 5 عام 72 كان في كأس الدورة مجموعة اللي في كأس الأمم الآسيوية في بانكوك كان تغلب فيها المنتخب الكويتي بهدفين مقابل هدف واحد. التقوا بعدين في 15 لقاء. أهم لقاء في عام 80 في كأس آسيا اللي نظمت في الكويت كانوا ضمن المجموعة، فازت كوريا على الكويت 3-0. في المباراة النهائية اجمعت الكويت وكوريا في الكويت، فاز الكويت 3-0 على كوريا بنفس النتيجة. كان يومها اعتقد جاسم بهمن صد له ضربة جزاء، يضحك الجاسم، نعم صد ضربة جزاء وترك النتيجة 3-0 تبغى ابن عليهم، وحصل الكويت على كأس آسيا وحصل كوريا على المركز الثاني. إذا من 15 لقاء 7 فوز الكويت، 3 تعادل، 5 فوز لكوريا. آخر فوز لكوريا 1-0 كان في 11 ديسمبر شهر 12 98 كان أيضا في بانكوك، بينما في دورة الألعاب الآسيوية. كرة اللعب في دورة الألعاب الآسيوية، مش الألعاب الأولمبية، الألعاب الآسيوية ايشيان جيم. لعبت كرة ملعوبة توصل كرة اللعب الكعب، ولكن ترجع توصل لبشار. قوم يا بشار، الحكم فز يا بشار، فرصة يا بشار لا تسقط نفسك، تحقق في مكان مثل هذا الحقيقة. كرة ملعوبة قرب، فرصة لمنتخب الكويت، فرصة وفاول. شوف ما فيها شيء بشار، ما فيها شيء. ليش تطيح؟ ليش؟ قاوم يا بشار. كرة اللعب وتوصل، كانت فرصة لمنتخب الكويت وعاد بالسلامة والحمد لله جاسم الهويدي. عاد جاسم الهويدي بعد من العلاج اللازم بالسلامة، إصابة بسيطة وكدمة بسيطة. 10 دقائق تفصلنا عن نهاية الشوط الأولاني، والدقيقة 10 دقائق الأخيرة. بدر حج ناحية اليسار على طول إلى بشار عبد الله. بشار بيلعبها على طول ناحية جاسم لكن مقطوعة تطلع كرة برا الملعب. أو بشار شوف هنا يمك المطيري، عاد المطيري بشار مرتبك على فكرة. 3 مباريات في سيدني ما عمل شيء، المباراة الماضية بستين ما عمل شيء. وأنا بقول دائما في بعض نوائسر وعبد الحميد محمد أنا يمكن أنت مع الموضوع أصل في شيء يسمونه الهضبة معناها في لاعب يتوقف عند مرحلة معينة. المشكلة هذه إن لم يعديها بشكل جيد ويأخذ الثقة مرة ثانية نفسه، يا اما يتوقف عندها توقف صعب جدا. اسمها هضبة بتصيب اللاعب في بعض الأحيان،
حميد محمد توقف عندها، الله يرحمه فاروق توقف عندها، ولكن قدروا يستطيعون انه يعدونها بسنه 70 قبل كاس الخليج، الكلام هذا كان يقال، وبالتالي استطاع اللاعب ان يعود الى مستواه ويعود، لكن هذا عاد على التوفيق ورب العالمين بالتوفيق، بحيث انه يعمل له كره حلوه، يعمل له هدف، تتغير النفسيه، تتغير الاداء، لكن اذا كان بنفس هذا الاداء اعتقد تتراكم على بشار عبد الله هذه الامور، وبالتالي هذا ما حصل في سيدني، 3 مباريات حاول يعمل شيء ما قدر. الان هذه المباراه الثانيه قاعد يحاول، وهذه اتمنى ان شاء الله ان يعديها اللاعب بشار عبد الله، وارجو ان لا احد يزعل مني عندما اقسو على لاعب واقول عنه شيء، لان احنا نحب اللاعبين سواء اللاعبين العرب كل نحبهم، عندما يؤدي شيء بنستانس، عندما لا يؤدي لازم نقول الشيء الاساسي. كره اللعب توصل منتخب الكره، كره اللعب توصل له، المنتخب الكوري يلعب كره جماعيه، يلعب كره جماعيه، لا تعرف من هو الهداف فيهم ولا تعرف من هو صانع الهدف، لان يلعبون كره جماعيه. المنتخب الكويتي يلعب كره جماعيه ولكن يعتمد على نواحي اساسيه بالتسجيل، الاثنين جاسم الهودي بشار عبد الله، اذا ما سجلوا الاثنين ذيلا في اثنين برا لازم يسجلون، اللي هم سلامه المطيري اللي هو خلف سلامه، وايضا اللي هو الهداف الاسيوي طبعا اللاعب فرج لهيب، والاثنين الان على قائمه الهزلاء. كره اللعب في عبد الله وبران خارج التشكيل، في ايضا لعيبه، ولكن في الاثنين اللي ممكن خلف سلامه لاعب الجهره ولاعب نادي الكويت اللي هو ايضا اللاعب فرج لهيب. كرة اللعب حصل عليها المنتخب الكويتي، وصل كرة ملعوبة على طول، الله نهير كرة معاه، ونهير لعبها ناحية اليمين، نهير يعكسها، جول يا بشار، جول يا بشار. اعتقد فرصة مثل هذه لا يمكن يا بشار الطول، لا يمكن انت والمرمى يا بشار. هاردك شوف نهير الى العثمان، والعثمان لبشار، ولكن حارس المرمى الحقيقه بشار كان ولميت حارس مرمى معاك. هاردك يا بشار، كره لعبه توصل بعيد حارس المرمى، برافو الحقيقه. ومره ثانيه لعبها بشار من داخل المرمى ولا تسد حارس المرمى. ضربة مرمى لصالح المنتخب الكوري. مسجد انا بقول عنه بشار بيمر بالهضبه، بشار وبالتالي نتمنى له ان شاء الله التوفيق ويسجل هدف حتى يخرج من هذه المحنه. اللعبه فاول، شوف تاكل ضرب، لكن الضرب كله يطيب والجرح يبرد ويلتئم كل شيء، لكن الجول هو اللي يسجل. لعبة لبشار ملعوبة على راس الهويدي، ولكن بيد حارس المرمى شيميون، برافو يا ولاد. بدا يأدوا كرة حلوة وبدا يوصل المرمى، بدا التسديد دقيقة 40 من زمن الشوط، ولكن الكرة هذه يجب ان تدخل بالقائم من تحت العرض. لعبت ناحية اليسار، كرة ملعوبة المنتخب الكوري، لعبها على طول لاعب ليون بيو، يعود الخلف باركينغتون، كانتشول الى تشونجيو، تلعب كرة الامام مقطوعة، لعبها على طول البريتشي، توصل الى الهويدي والبريتشي، فاول شوف فاول ما يخلي، يجب ان قبل ان يصل لمنطقه 18، لان لاحظ منتخب الكويت لو حصل فاول على حدود منطقه 18 انا راهنكم في لاعب نهير الشمري ممكن يحط له واحده قويه وشويت، لكن لحد الان لم يحصل على اي فاول. قريب منطقه 18، كره اللعب ناحيه اليمين ناصر العثمان، كره معه ناصر العثمان، وين المسانده معه؟ مسانده مع ناحيه اليمين، وتلعب في عرض الملعب وتوصل، ولكن كره عرضيه وغياب المكان هذا، غياب بشار. لعبت اللعب، برافو والله، وصلت المرمى، هددته، والما ينقصكم هدف تضيفون هدف ثاني تلعبون المباراه على كيفكم. اعتقد الكوريين بدأوا الحقيقه ايضا ادائهم يقل. لي ونبوك
لعبت أسامة حسين، أسامة طويلة، لعب في النص، توصل ناصر العثمان لعبها إلى بدر حجي، بدر حجي المطيري، لعب على طول إلى بشار، إلى على طول العثمان لعب في النص. برافو يا ولاد، حلوة كرة اللعب على طول لبشار، بشار الهوادي سجل، جول جول جول. هي يا اولاد، هي يا الكويت. ومهما قلت عنها حلوة لمنتخب الكويت وطنها ممكن تيجي من زمان، لكن في الوقت المناسب، الجول المناسب، تمرير من بشار وتهديفه من الهويدي، وعلى يسار الحارس الكوري لي وونكن. برافو 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 يا اولاد، برافو. هي حلوه. شوف لانها ما تحت المره هذه. حلو. شو لعبتها في مكان سليم يا، والهويدي ايضا لعبها في مكان سليم. والهدف الاولاني لمنتخب الكويت الوطني، الهدف في الدقائق الاخيره من زمن الشوط. برافو يا اولاد، هي الحقيقه هذا الهدف. واحد منتخب الكويت ومن زمان الدقيقه 43، في الدقيقه 43 من زمن الشوط الاولاني يسجل منتخب الكويت الهويدي الهدف الاولاني. كره اللعب رمي التماس المنتخب الكوري، لعبة رمي التماس، اللعب وتوصل، كرة ملعوبة ناحية اليسار وخاطرة المنتخب الكوري، الله ابعدها. برافو، حلوة. لاحظ المفروض هنا هذا المدرب طبعا الكوري، المدرب الكوري هو جنبوب، برافو، حط اللاعب الكوري، ولكن ايضا ابعدها الحقيقه فلاح دبشه وبعدها برا. كورنر بارتشنسيب، لعبت وكره اللعب وتوصل. هدي اللعب وطلعها برا، وهدي اللعب لا بالغلط ما يصير. اللعبه كره ملعب مره ثانيه وتوصل، يبعدها على طول وترجع. يلا الهجمه العكسيه مرتده مره ثانيه ناحيه اليمين، كره ملعوبه لبارتشنسيب، يعيدها مره ثانيه في نص الملعب وتلعب كره الامام على طول قريبه. هدي اللعب، هدي وتعدي ناصر العثمان، كرة اللعب ودخول بشار ناحية اليسار لبشار، لكن قريبة لا بعيدة على بشار. هارد لك 44 الحقيقة هدف لمنتخب الكويت الوطني في الدقيقة 43 لجاسم الهويدي. كرة لعبت ناحية اليمين، هدي الملعب، دقيقتين وقت بدل ضايع وفي صفارة فاول. شكرا يا حكم يا رابع. لعبت على طول، هدي اللعب كرة اللعب وتوصل. يلا يا بشار يبعدها، تطلع كرة برا الملعب اوت. جيبها وتعال الاخوان المصريين يقول جيبها وتعال ورمي التماس. يلا يا بدر حجي جيبها وعطها الحقيقة جاسم الهويدي، وهدف. والمدافع الكوري كان تشول، ورمي التماس لأحمد المطيري يلعبها لحجي، وحجي يلعبها على طول الى تلعب ناحيه اليسار وتلعب لمطيري، ولكن تطلع كره برا الملعب ضربتنا. خلاص الوقت بدل الضاع الان. والمدرب هو تشونغ مو البروفيسور، طبعا هذا الحجي كان لاعب سابق قديم مدرب المنتخب الكوري، مو وقت نتكلم عنه الحين. لعبت الكره وتوصل ناحيه اليمين، كره خطره ملعوبه اللاعب رقم 11 اللي هو لي وونكوك، ويلعبها في عرض الملعب وبالتهيئ ناحيه اليسار، وبيتابعها وترجع وتوصل كره مره ثانيه للمنتخب الكوري اللي بدا يحاول تخليص الهدف عليه في الشوط الاولاني. تلعب لفلاح دبشه، هدي اللي تكسبوا العبوا يا دوشات، تكسبوا العبوا يا فلاح دبشه. والدقيقه 46 و 25 ثانيه من زمن الشوط الاولاني، وتقدم منتخب الكويت الوطني بهدف مقابل لا شيء. كره اللعب
وتوصل كرة ملعوبة في نص الملعب قريبة، وطبعا لاحظوا كوريين ما راح طبعا يكون عند هذه العملية وعدم تشتيت الكرة، لا وقف الكرة وهيئ الملعب وامسك الكرة وحكم المباراة. ننتظر صفارة الحكم الامريكي في العشر ثواني الاخيرة من الوقت بدل الضايع. كرة اللعب طويلة الامام ملعوبة، ولكن بيصفر الحكم الامريكي براين بول حكم المباراة معلن نهاية الشوط الاولاني بتقدم المنتخب الكويتي بهدف الهويدي 43 لا شيء. المنتخب الكوري اعزائي المشاهدين تفوق المنتخب الكويتي اداء وهدفا في الشوط الاولاني، ونتمنى ان نستمر على هذا الاداء الشوط الثاني، ونتمنى ان نستمر نحن هنا، من هنا نذهب الى هناك. وللزملاء الحقيقه كابتن شتالي، زميل يوسف سيف، وايضا زميل خالد ياسين. اليك يا خالد. شكرا للزميل خالد حربان. الازرق انتفض في الشوط الاول واحرز هدف السبق، هدف جاسم الهويدي. كان الكل ينتظر هذا الهدف بعد ان كانت فرصه مؤاتيه ايضا لبشار عبد الله يحرز الهدف الاول، ولكن الاهم ان الازرق حصد هذا الهدف في الشوط الاول وعليه ان يحافظ ويعزز ذلك، رغم اننا نتوقع ان الشوط الثاني سيكون ملتهبا. يوسف. ملتهب بالفعل بكل ما تحمل الكلمة هذه من معنى. كوريا لعبت المباراة وتحاول أن تتعادل إدراكا منها أن مباراة التأهل عندها المباراة القادمة، لا بس بأخذ نقطة في مباراة اليوم انتظارا للمباراة السهلة ربما المباراة الأخيرة أمام المنتخب الأندونيسي. الكويتي الفريق الذي نزل إلى أرض الملعب من البداية إلى أن أتى الهدف، ولو أن الهدف جاء متأخر. لعب الحقيقة في أخطاء وقعت من المدافعين وربما من حارس المرمى، كاد المنتخب الكويتي أن يدفع ثمنها غاليا، لكن في تألق الحقيقة للاعب ممتاز ولا أروع، لاعب شاب صغير شاهدنا كلنا في سيدني اللي هو ناصر العثمان، اللي من رجل هذا اللاعب كانت مصدر الخطورة الدائمة قبل أن يأتي الهدف اللي هو ناصر العثمان في الجهة اليمنى. المطيري في الجهة اليسرى عمل شغل كويس وبالذات في بداية المباراة. بشار والهويدي قصة الحقيقة، يعني لابد من ذكر أن الهويدي راجع من إصابة وله العذر، وان كان يعني احرز الهدف الاول. بشار حاولوا بالذات في الكرة الاخيرة انه هو يعني يعود الى الفورمة، ومثل ما قال الزميل خالد في ان بشار يحتاج انه هو يسجل هدف، ومثل ما يقول شتالي ان مع الاكل تاتي شهية. نعم، فامل ان شاء الله ان لان الاثنين يملكون امكانيات ممتازه بالذات بشار والهويدي. وكنا الحقيقه انا مع الكابتن نشوف المباراه، وفي فتره من الفترات يعني ادركنا وتحدثنا عن عمليه التبديل، انه لابد من اجراء تغيير في المنتخب الكويتي وفي خط المقدمه بإشراك أو بوجود لاعبين اثنين في خط الهجوم. احنا نتحدث عن الهويدي كما ذكرت، يعني له محاولات ولكن لغاية الآن مو في الفورمة. نتمنى يكون هذا قد فك عقدته إن شاء الله، إن شاء الله تكون فتحة خير على المنتخب الكويتي، خاصة لدى المنتخب الكويتي سلاحين ممتازين على دكة الاحتياط، يعني بهم فرج لهيب ويعني بهم خلف سلام اللي شاهدنا أيضا. نعم، هناك أيضا عصام سكين وهناك عبد الله وبرام، يعني في خط المقدمة وفي خط الدفاع. طب هناك أوراق رابحة للمنتخب الكويتي يجب أن يستغلها على أحسن وجه في الشوط الثاني حتى يحافظ أو يعزز من هذا التقدم في الشوط الأول. بعد الفاصل بالطبع ستكون الكلمة للكابتن شتالي حتى يفسر لنا من الجوانب الفنية والتكتيكية كيف تعامل المنتخب الكويتي مع أحداث هذا الشوط الأول. ابقوا معنا. Orbit ESPN this week and watch the following horse races. The best in horse racing, live on Orbit ESPN. سنشتريها. نيسان صني الجديدة كليا كبرت. الوكيل العام بالمملكة شركة الحمران المتحدة. تخيل القوة والإرادة والتفوق الذي تحتاجه لتنافس العمالقة وتتفوق عليهم في عقر دارهم. مجموعة العبد اللطيف الصناعية عملاق سعودي مد بساط النجاح ليغطي أكثر من 50 بلدا.
مصانع عملاقة حازت على أعلى شهادات الجودة، لا تكتفي بتصنيع السجاد والبطانيات والمفروشات بأعلى المعايير، بل تصنع أيضا كل الخيوط والبطانات والمنتجات الأساسية في صناعة السجاد. عهود من التميز ورحلة طويلة من الإبداع والجودة والنجاح قد مجموعة العبد اللطيف الصناعية على تميزها وتألقها منذ انطلاقها. مجموعة العبد اللطيف الصناعية، عهد على التميز. An epic saga of our own times. Welcome to Tres Marias. A world of magic, love, I will never speak to you again. and revenge. If I ever catch you bothering my family again, I'll kill you. If it was up to you, Papa, nothing would ever change. She's under suspicion of subversive activities and we have a warrant for her arrest. Based on Isabella Allende's best-selling novel, The House of the Spirits, premiering Thursday at 10 on Super Movies. On Charmed. I just want you to sell that painting as soon as you can. A painting with a spell. Powerful. I've never seen anything like it before. I think he's trapped inside. And loaded with a terrible secret. Charmed, tomorrow at 6 p.m. on America. غدا إن شاء الله بالطبع مباراة السعودية وقطر، واليوم الثاني في المجموعة الثالثة. هناك أيضا وبركاته. هذا التقدم للمنتخب الكويتي شوط الأولاني بهدف للهويدي. الشوط الثاني أجرى المدرب الكوري هو تشون مو لاعب بديل، لاعب رقم 3 اللي هو ها سوك تشو رقم 3 اشترك كبديل في بداية الشوط الثاني من المباراة. إذا طبعا المباراة في الشوط الثاني تكون قراءاتها أخرى، تكون نتائجها أخرى، تكون أحداثها أخرى، كل شيء طبعا جائز. لعبت على طول من 3 اللي هو ها سوك تشو، لعبها للأمام، كرة مع المنتخب الكوري ملعوبة على طول إلى سول كيهيون، وتطلع كرة برا الملعب. حكم المباراة الحكم الأمريكي يدير هذا اللقاء. الشوط الأولاني انتهى بهدف مقابل لا شيء لمنتخب الكويت، لعبت ولكن تعدي الكرة تعدي، لكن توصل مرة ثانية إلى اللاعب 3 بيلعبها لها سوك تشو اللي اشترك في بداية الشوط الثاني من المباراة. رمي التماس، طبعا لاعب رقم 3 اكيد راح يركز الهجوم من الناحيه اليسرى للمنتخب الكوري، والضغط من الناحيه اليسرى للاعب رقم 3. لعبت الى ليون بيو الى سو، يلعبها في عرض الملعب ولكن اقرب لفلاح دبشه حارس مرمى المنتخب الكويت. يرميها ناحيه اليسار ملعوبه للجهه اليسرى الى نهير الشمري، كره مع نهير يلعبها في النص، توصل لبشار، برافو بشار، خلاص بشار مشت معه برافو يا ولد، حلوه كره لعبت على طول، توصل كره ملعوبه قريبه في النص، اللعب الى المنتخب الكوري. المنتخب الكوري هاسوك تشو في النص 16 كيم سام سونغ، هاسوك تشو مقطوعه، توصل كره مشتركه، نهير ياخذها بدر حجي لحارس مرمى، لحارس المرمى على طول فلاح دبشه، تلعب يبعدها على طول دفاع منتخب الكويت، توصل قريبه لناحيه اليمين دفاع الكوري اللي بدا طبعا السن او الشن ضغط على المنتخب الكويتي، وامر طبيعي طبعا بيخلص الهدف اللي عليه. منتخب الكويت بيحاول يحافظ الهدف اللي له مسجله في الدقيقه 43 من زمن الشوط اللاعب جاسم الهويدي. فلاح دبشه، نهير الشمري، كره مع نهير الشمري، ما تمر، توصل المنتخب الكوري، بدر حجي يلعبها لجمال، توصل في النص، بشار بدر حجي يلعبها للهويدي، يسجل، وكرة اللعبة توصل مرة ثانية إلى ناصر العثمان، كرة مع ناصر العثمان لعبها كرة أرضية
تعود مرة ثانية وتوصل، ولكن ناصر هو لعبها للعبة كرة قريبة، حصل عليها بدر حجي، كرة معاه بدر حجي لعبها الهويدي، ولكن بشار موقف تسلل. ما زال لحد لا منتخب يلعب بطريقة طبعا اللي هي طريقة الهجومية باثنين مهاجمين بعملية كسر، وبشار كان موقف تسلل. لعبة سول لي هيون يبعدها دفاع منتخب الكويت، توصل الى بدر بيبعدها البريتشي، توصل ناصر العثمان، نشط ناصر العثمان مره ثانيه لعبت على طول، واثنين يتقدم الامام اللي هو كانشول اللاعب المنتخب الكوري. فاول على نهير الشمري، فاول على نهير الشمري، فاول ضربة حرة مباشرة للمنتخب الكوري في الدقيقة 49 من زمن المباراة، في الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الثاني من المباراة. فلاح دبشة بسدد ثلاثة، البديل وبيلعبها وين؟ تطلع كرة برا الملعب اوت. هاسوكتشو، هذا هاسوكتشو لاعب عمره 32 سنة، أكبر لاعب بالفريق، أكبر لاعب الفريق، ويشترك المدرب، يلعب في اليابان. هذا اللاعب في نادي اوزاوا في اليابان، اشترك في الشوط الثاني من المباراة. لعبت كرة في النص عالية، بريتشي عثمان ياخذها المنتخب الكوري. اللعب لا حرام عليك، لا تقاطع الكرة جمال مبارك، تحت تقدير حكم المباراة. فاول، لا فاول، لا فاول، دخل فاول، فاول جمال مبارك، دخل فاول واضح، فاول فاول نو تشونريون. نو تشونريون، فاول المنتخب الكوري، يتركها للاعب هاسوكتشو. اللعب وعلى طول لتسعة سول لي هيون، بيعودها الاثنين كان شول. اللعب حصل عليها بدر حجي، بدر حجي لعبها بينية ناحية اليمين سريعة للعثمان، لكن تطلع كرة برا الملعب، برا الملعب اوت. ثلاثة اللي هو هاسوكتشو، رمي التماس إلى كانشول، كانشول لكيم سانغ سك، مرة ثانية جهة اليمين، اللعب إلى أربعة اللي هو بارك تشين سب، بيلعبها نهير الشمري، نهير كرة عالية، كرة لعبت نهير، الحقيقة مستواه ثقيل في الملعب. لعبت ناحية اليمين، توصل حلوة بمر ناصر العثمان، ولكن بتضرب في المدافع بارك تشين هون. نقطة الحقيقة التقدم والفوز والتفوق للولد ناصر العثمان، برافو يا ولد. كرة لعبت، كرة ملعوبة ناحية اليمين، طلعت اوت، رمي التماس، رمي التماس. هذا اللاعب خبرة كبيرة 30 سنة، لاعب هاسوكتشو بشار عبد الله. ضربة مرمى، ضربة مرمى لعبها لي ونشن، بعدها أسامة، أسامة توصل ناحية اليسار قريبة لي يونغ بيو،
يعدها على طول دفاع منتخب الكويت. توصل اللعب، فاول على علي عبد الرضا، فاول لصالح المنتخب الكوري. الحكم الامريكي راح ينفذ اللاعب هاسوتشو. هاسوتشو تطلع كرة برا الملعب، اوت. رمي التماس. طبعا الهدوء في الشوط الثاني هو مطلوب، على اعتبار ان السرعه بتعطيه فرصه للمنتخب الكوري، هو اللي يحتاج الى السرعه. المطيري رمي التماس، احمد المطيري، بشار، عمر بشار، الحويدي، الحويدي ناحيه ناصر العثمان، كرة مع ناصر العثمان، ما لعبها عطوا ناحية يسار إلى البريتشي. البريتشي لاعبها لكن في مكان أقرب لحارس المرمى. كرة اللعب تطلع رمي التماس صالح المنتخب الكوري. 10 دقائق في بديل. كرة اللعب ولكن يبعدها، تطلع كرة برا الملعب. أسامة نهير وأسامة، وهذا علي عبد الرضا. شايف أنا في بديل بجهز منتخب الكويت. 10 دقائق الوقت الماضي من زمن الشوط، والكوريين بيحاولون تسجيل هدف التعادل، وفي دفاع لمنتخب الكويت. وكرة اللعب، وكرة توصل ناحية اليسار قريبة ل 12 بيسون بيو، وبيلعبها وبتمر، وماني عارف منتخب الكويت حتى يتواجد في المنطقة ال 18 على اعتبار انه لابد يتقدم للامام، والكرة ملعوبة. الحقيقة منتخب الكويت بيخطي خطأ كبير جدا في تواجده في المنطقة. كرة لعبت، لا يا جمال، كرة اللعب وتوصل في النص مرة ثانية ناحية اليمين. كرة ملعوبة للمنتخب الكوري. وبيبعدها دفاع منتخب الكويت، والمفروض كرة مثل هذه تقدم للامام عشان ترك الفرصة ايضا لداخل منطقة 18. تواجد في هذا المكان ما يجوز، لابد الفريق يطلع الى ما فوق، يطلع الى ما فوق. رمي التماس، لعبت 4 بارتشنسب. اعتقد انه راح يلعب اللاعب خلف سلامه، واعتقد محتاج الفريق خلف سلامه يغير مجرى شويه، اخذ الفريق للامام، اعتبار لاعب الحقيقه يملك كره ويعرف يتصرف من النص الى الامام. عندها دفاع منتخب الكويت، توصل كره ناحيه بشار، كره معاه ولكن مقطوعه، توصل للمنتخب الكوري قريبه يا بارك تشين هونغ. لعبت كتله المنتخب الكوري وتنقيل كره في النص، خطره ترجع مره ثانيه في النص اغرب، على طول يندفع كان تشول ايضا للامام، وملعوبه ناحيه اليسار، وتحرك الحقيقه لفريق وكان تشول بيبعدها دفاع منتخب الكويت، ولعبت الى بارك تشين هونغ. والضغط الحقيقه هذا بيولد خطا دائما داخل منطقه ال 18، وهذا اللي ممكن طبعا يحدث للمنتخب الكويتي. تطلع كره برا الملعب. دائما نعرف كره مثل هذه لابد ان الفريق يتحرك دائما الامام، وهذا اللاعب رقم 3 الخبير هاسوتشون يلعب في اليابان في نادي اللي بدا يلعب عليه المدرب هو تشونغ مو، البروفيسور هو تشونغ مو اللي استلم الحقيقه بعد المدرب تشابوم بعد كاس العالم 98. هذا المدرب كان لعب في كاس العالم 86 مع المنتخب الكوري في المكسيك، وايضا كان مساعد المدرب الروسي في عام 90 في ايطاليا عندما وصل منتخب كوريا الى كاس العالم 90 في ايطاليا.
يعني مدرب خبير وبروفيسور، يقولون عليه بروفيسور. هويدي، بدر حجي، ناصر العثمان، مقطوعه في اللعب توصل، وناحيه اليسار 12 كره معاه ليون بيو يلعبها ولكن فلاح دبشه. فلاح دبشه حارس مرمى المنتخب الكويتي، والدقيقه 58 من زمن الشوط او من زمن المباراه. كره اللعب بالراس، كره عاليه بيلعبها المطيري احمد، يحصل عليها المنتخب الكوري ربع ساعه تقريبا وهو يلعب في منتصف ملعب المنتخب الكويت، واعتقد لو استمر بالطريقه هذه معناها راح يشكل على نفسه خطوره. كره مقطوعه في اللعب ناحيه اليسار، عفاريت كوريين لعبت تطلع كره برا الملعب، رمي تمس. فريق بيلعب كره سريعه، كره شرق اسيا سريعه جدا، ويمتلك قوه بدنيه عاليه وتحكم في الكره، وفريق طبعا مؤهل حقيقه من الفرق الكبيره، وفريق يعتبر من الفرق اللي بيحضر لكاس العالم. راح ننظم كاس العالم في عام 2002 كوريا واليابان. طبعا الفريقين راح ينظمون كاس العالم، يعني منها تبقى البطوله الخامسه اللي وصلوا كاس العالم، وصل من 86 الى غايه ايضا 98 4 مرات، والخامسه راح تكون ايضا، والفريق يعد الحقيقه اعداد كبير. وكره اللعب وتوصل ملعوبه الامام، ولكن برافو اسامه الحي، حامل عرين يا اسامه، حامل عرين يا اسامه في قلب الدفاع الحقيقي متميز. لعبت في النص، توصل كره ملعوبه الى سيم تشاو وون في النص في اللعب المنتخب الكوري، ياخذها البريتشي، يلعبها شوف في مكان ما في غير ابدا بشار والهويدي، والكره الحديد المنتصف على طول ربع ساعه يملكها المنتخب الكوري على طول. لعبت كره الامام تعدي وتوصل للاعب رقم 10 اللي هو نو تشون يون، يحضرها لثلاثه البديل هاسونغ تشو. في اللعب هو بيقطعها، برافو الحقيقه، صح تطلع كره برا الملعب. كورنر راح ينفذ نو تشونريون. تلعب بدر حجي طويله سرعه، يا خلاص، لا يا بدر تنتظر، نظم صفوفه، مشكله لاعب لانه رجل واحده، لو كان في اليمنى على طول عكسها لكانت على طول تاخير يا بدر حجي، تاخير. كره مثل هاي تعتمد انت على الكره الهجمه على تبدا، شوف خلاص تاخذها وتلعبها على طول. تاخير تلعب وتوصل الكره الى هاسونغ تشو. ناصر العثمان فاول، برافو ناصر العثمان، قوي الحبيبي. معلش قوم شيل صوابك، شيل هذا الملعب يعلم، شيل يا ناصر العثمان، شيل. و 62 دقيقة طبعا يحتاج هو إلى وقت. شوف التعاون، شوف اشترك مع اللاعب في راس الحقيقة، اللاعب رقم 3 اللي هو هاسونغ تشو، هو اشترك لمس ناصر العثمان. بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة يا ولد العثمان، بالسلامة وقادم سلامة. هنا في الاثنين، دوشان يورين المدرب التشيكي الذي يلعب الحقيقة بهذه الطريقة المحكمة جيدة اليوم، وبالتشكيل الحقيقة قد يكون جيد، وفريق بيأدي، والكوري فريق قوي جدا. لعبة اللعب وتوصل كرة ملعوبة
ناحيه بشار، مع بشار اشترك معه 30 ياخذها سيم تشاو وون يلعبها لعبت على ظل 4 بارتشنسون. 1 منتخب الكويت لا شيء منتخب كوريا. هدف في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأولاني لجاسم الهويدي. لعبت ريتشي تطلع كرة برا الملعب قوي. ريتشي عجيبني صالح ريتشي عبد الله وبران. عبد الله وبران بدل بدر حجي صح، لأن عبد الله وبران الحقيقة عبد الله وبران من اللاعبين اللي تمريراته باليد، تمريراته ممكن تكون ايضا تفيد خط النص وسريعه. وبدر حجي وعبد الله وبران. عبد الله وبران طبعا من اللاعبين. بدر حجي وعبد الله وبران في الدقيقه 63 من زمن المباراه. رمي التماس تطلع كرة من صالح بريتشي برا الملعب وترمي التماس. رمي التماس هاسب تشو. هاسب تشو لعبها على طول كانشول إلى سيم تشاون. لعبت كرة لعبت توصل تقدم منتخب الكويت بهدف مقابل لا شيء. لعبة لام على طول ولكن مقطوعة بتوصل للمنتخب الكوري. حصل عليه منتخب الكوري 4 بارتشنسون. حصل عليها اللعب كرة الأمام قريبة عند كانشول. كويت 1 كوريا لا شيء. 65 دقيقة من زمن المباراة وما زال لحد الآن تقدم منتخب الكويت الوطني 24 بارتشن هون. يلعبها تطلع كرة برا الملعب. كورنر لصالح المنتخب الكوري. لعبت وضع في مكان خطرة توصل كرة ناحية اليمين قريبة إلى ليدو كوت يلعبها لكن تطلع كرة برا الملعب. دائما الحذاري حذاري من الكرات العرضية. حذاري يا لاعبة حذاري من الكرات الحقيقة العرضية. المنتخب الكوري اللي يملك حقيقة قوة بدنية عالية، يملك الحقيقة تمريرات قاتلة. ضربة مرمى فلاح دبشة لعبها طويلة. فلاح دبشة الأمام لعب في النص كرة للأمام ناحية اليمين ملعوبة المنتخب الكوري. على طول 4 اللي هو بارتشنسون. برافو ناصر العثمان الحقيقة يحلق عليه لياقة بدنية على ناصر العثمان بيقوم بدور كبير جدا، جانب دفاعي جانب هجومي كبير جدا حقيقة ناصر العثمان. وبالتالي نلاحظ في تبديل المنتخب الكوري قادم رقم 8 الآن يون هوان بدل اللاعب رقم 10 نو تشونغ يون. طلع نو تشونغ يون ولعب 8 يون هوان. التبديل الثاني كرة لعبت توصل تطلع الكرة برا الملعب. انا اتوقع الان المدرب الحقيقه في الدقيقه يعني 3 دقائق توصل 70 يبقى 20 دقيقه لابد تقوم بدور هجومي وتحاول تنزل لاعب فرج لهي ايضا لاعب ياخذ مكان وانا اتوقع انه يكون بدل لاعب بشار عبد الله لانه ده دور كبير. بشار عبد الله
ادى دور كبير عشان العاب ويلعب الكويتي وقت اللعب، ولكن بدا الحقيقه شايف انا اداءه يقل، ولكن تحتاج الى لاعب مرتاح نشط، ليس طبعا ضعفا باداء بشار ادى الدور اللي عليه، لعب مباراه باصه تمريره جاي منها هدف، عدى الهضبه والحمد لله ان شاء الله. انت تحتاج الى لاعب الان قوي فايتنج شبيه باندي كول اللي هو هذا اللاعب ممكن يريحك بهدف ثاني، يريح اللي هو اللاعب فرج لهيب. طبعا هداف التصفيات الحقيقه فرج لهيب ياتي بعده اللاعب علي دائي، وهو ياتي هداف تصفيات في الوصول للدور. اذا هاي طبعا راجع لي المدرب اداره الفريق. انا لا اعرف شيء، انا هنا اعلق على المباراه ما بين منتخب الكويت ومنتخب كوريا في هذا اللقاء لقناه اوربت ESPN، وانما امنياتي طبعا لا شك ان المنتخب الكويتي ولكل الفرق العربيه وبالتابع منتخب الكويت الوطني اللي يحتاج الى دعم، وهو الان متقدم بهدف والفرصه امامه. وفاول على اللاعب البريتشي، فاول راح يلعبها 8 يونغ هوان. فلاح دبشه في اللعب، تغطيه دفاعيه الحقيقه محكمه لمنتخب الكويت، ولكن ايضا الخوف من كثر التواجد امام حارس المرمى. وبرافو عبد الله وبران بيلعبها طويل امام. البشار اسقطك ام انت سقطت لوحدك يا بشار؟ فرصه الحقيقه، كره لعبت توصل، تحتاج للهجوم فايتنج اقوى من كذي. بشار تعرض الحقيقه لدفن اللاعب الكوري، ولكن ايضا كره لعبت توصل النص. كرة اللعب توصل تنصل على المنتخب الكوري، حصل عليها الى شايف الان 70 دقيقة. قادم الاسمراني ولا مين اللي قادم؟ هو قادم عندي كول قادم. لعبت توصل كرة مرة ثانية ملعوبة، اللعب كرة الامام ملعوبة، ولكن يتركها تطلع ضربة مرمى. في تبديل فرج لهيب، شكرا دوشان، شكرا يا دوشان، يورن دوشان، شكرا. فرج لهيب لاعب نادي الكويت، فرج لهيب هداف التصفيات بعدد الاهداف بدل جاسم الهويدي. جيد، معلش تجديد النشاط. هم التفاهم ايضا ما بين فرج لهيب وبشار عبد الله، هم الاثنين كانوا في المنتخب الاولمبي، وممكن التفاهم بينهم يكون ايضا. هذا طبعا نظر المدرب، وقد يكون ايضا الهويدي ادى دور. الهويدي طبعا غيابه كبير جدا كان اعزائي المشاهدين عن المباريات بعد ما تعرض الى اصابه. كره لعبت وبلا فرج لعبها، كره ملعوبه توصل الى المنتخب الكوري ناحيه اليسار، ويسقط نفسه ما تمر على الحكم. لعبت كرة عالية تطلع برا الملعب، اوت. يلا يا شباب، ناصر العثمان طبعا المنتخب الكوري خبرة كبيرة، لاعبين كاس العالم 98 اكثر من 7 لعيبة، ايضا بيجهز لكاس العالم عام 2002. مدرب الحقيقة اللي هو استلم الفريق البروفيسور هو تشونغ، لاعب سابق قديم، لعب امام كرويف، لعب امام ايضا مارادونا. هذا المدرب هو تشونغ مو، بروفيسور 48 سنه، له خبره كبيره. استلم الفريق بعد كاس العالم 98 بعد تشابونغ هو طبعا المدرب اللي او اللاعب السابق كوري. وبران فاول على وبران. تحتاج بديل واحد، تحتاج لو تطيعني تحتاج الى خلف سلامه، عنصر اساسي محرك في النص، ولاعب ممكن يفك الضغط على الاثنين الاماميين. كره لعبت مش الان، معلش انتظر. في النهايه الفريق ماشي بهدف واحد، يحتاج تبديل خط النص بلاعب
ضربة مرمى 72 دقيقة من زمن المباراة. فلاح دبشة بيلعبها كرة طويلة الأمام على طول. اللعب كرة اللعب ناحية اليمين. عقبال هي المنتخب الكوري. خطرة للمنتخب الكوري الحقيقة، وهذا اللي كنا نقوم منه ونخاف منه. لي ون جوت وتمريره، ولكن ايضا فلاح دبشه الحقيقه، فلاح دبشه وناصر العثمان. تصرف من ناصر العثمان، برافو الحقيقه. لاعب رقم 11 لي ون 8 كاس العالم، يلعب في نادي يوهان في كوريا، 21 سنه، لاعب في سيدني. هذا اللاعب ممتاز جدا، ظهر في اصابه والمدرب شوف بيشتركه على اعتبار انه هو مهم جدا ويحتاج الى جميع اوراقه. فلاح دبشه في ارض الملعب، قد يكون من الاغراض التكتيكيه ايضا في تاخير اللعب، هذا شيء جيد. شوف حارس له خبره كبيره، لكن ايضا يحتاج خط النص الان الى تقويه، ويحتاج خط النص الربع ساعه الاخيره الان، الربع ساعه الاخيره من زمن المباراه، وتحتاج الى اندفاع ما بين بشار او فرج لهيب اللي لعب بدل الهويدي، ويكون ايضا فلاح دبشه. كورنر طبعا حارس المرمى الحق الوحيد اللي يعطى لحارس المرمى الحقيقه، على اعتبار انه هو حتى يكون جاهز في الاصابه. بينفذ 8 في اللعب، يعني بعد منتخب الكويت توصل وطويله، كره عاليه للامام، والربع ساعه الاخيره كره ايضا طايشه الامام، ياخذها الدفاع الكوري كانشول، مقطوعه ناصر العثمان. ناصر كره مع ناصر العثمان، يلعبها ناصر لكن لعبها مقطوعه في اللعب. حاول عبد الله وابرام، لعبت كره امام في نصف الملعب قريبه المنتخب الكوري ناحيه اليمين، كره ملعوبه قريبه الى بارك تشنسب، تعود مرة ثانية في النص، اللعب إلى بارك تشيبسب، ناقلها 8 ولعبت تمريرة حلوة وملعوبة في مكان، كرة الأمام ملعوبة لكن أقرب لها المنتخب الكوري باركشن، لعبها لقلب الدفاع كانشول إلى سيم تشاو شايون، لعبت في الجهة اليسرى أقرب إلى سول يون وبيعكسها وتلعب على طول إلى ليون. ومرة ثانية التحكم الحقيقي في الملعب المنتخب الكوري، وكرة مقطوعة تطلع كرة برا الملعب، طيب تماس المنتخب الكوري. يبقى الربع ساعة، وهذا أسامة الحقيقة، أسامة و 12 لاعب حجوا بالخطورة على منتخب الكويت، وبالتالي الآن على الشباب بالفعل التحمل، وعلى الشباب أكثر عدم الخطأ أمام منطقة 18 اللي بدأ يعسر فيها المنتخب الكوري. تطلع الكرة برا ملعب اوت، يعني التماس المنتخب الكوري، يعني التماس 4 بارتشن، مقطوعة ياخذها، فاول 8 لا ضرب متعمد من 8 يونغ وان.
ضرب فاول حكم غريب الامريكي. لعبها على طول وسامة. فرج لهيب الحقيقة ما في كرات توصل لفرج لهيب، هذا اللاعب الحقيقة اللي ممكن تطلع كرة برا ملعب ضربة مرمى. 17 عصام سكين بدر ناصر العثماني، طبعا بيحمي المنطقة الدفاعية. ناصر عثمان أديت حقيقة. عصام سكين على اعتبار يحمي المنطقة الدفاعية الآن. عصام سكين 17. عصام سكين المنطقة الدفاعية، حماية المنطقة الدفاعية الآن أمامكم 12 دقيقة يا شباب. المنتخب الكوري حقيقة يبحث عن التعادل، والكويت يبحث عن هدف أيضا لتعزيز الفوز. لعبت في عرض الملعب، كرة ملعوبة في خطرة في اللعب وحصل عليها المطيري. أحمد المطيري. فاول على عبد الرضا، فاول. طبعا علي عبد الرضا انتقل جهة اليسار وترك اللاعب عصام سكين في الجهة اليمنى. كرة اللاعب في النص، لعبها المنتخب الكوري. لعبها ناحية هاسم تشو. فرج لهيب تلعب، رجع ياخذ كرة فرج لهيب باعتبار انه كرة ما وصلت. فرج لهيب تلعب، توصل لفرج لهيب ويا جسمه قوي الحقيقة. اي كرة مشتركة فيها اشتراك، فيها مقطوعة. هير لعبها، الكرة مقطوعة قليلة وتوصل ناحية اليمين، كرة عرضية و تلعب هجمة عكسية. عبد الله وبران دور لهيب وين؟ دور بشار وين؟ ويلعبها لبشار ولكن ما تمر مع بشار اللي يبحث الحقيقة بياخذها 24. بارتشن هون توصل مرة ثانية، تلعب إلى عبد الله وبران. عبد الله وبران لهيب لا لهيب معلش، كرة توصل وملعوبة تطلع كرة برا الملعب. رمي تماس لمنتخب الكويت. هجمة العكسية المرتدة الحقيقة الثنتين عملوها مثل ما عملتهم الشوط الأولاني وعزوا الهدف. وهذا عصام سكين. عصام سكين تبقى الدقائق الأخيرة خطرة جدا. حلوة بالكعب، نات لهيب يا عبد الله، لعباتك انت تكون افضل من كذي. لي على طول لهيب كان طويل لحارس المرمى لي ونشن. لعبت لي 4 بارتشن سيب. هدف واحد دقيقة 43 استطاع منتخب الكويت يحافظ عليه لحد الان. هل يكمل مشوار؟ كرة اللعب توصل، كرة ملعوبة. يا سلام، شوف منتخب الكويت الحقيقة منتخب بالفعل يلعب كرة لمسة واحدة، كرة لمسة واحدة. فريق بالفعل هذه تنقص فرقنا العربية، تنقص. شوف لعبها، شوف لهيب، شوف اعتراض، والله اعتراض. لو ما كانت بنالتي كان ضربة حرة غير مباشرة. اعترض الحقيقة اللاعب رقم 30 وقف امام اللاعب فرج لهيب. معلش، حكم الامريكي هو صاحب الحق. اللعب تطلع كرة برا الملعب. رمي التماس صالح المنتخب الكوري. يلعبها بارتشن
لاعب رمي التماس. دقائق بتمر صعبة الآن على الكويتي. 6 دقائق وهاي 8 دقائق، خليها 6 شهور في وقت بدل ضايع أيضا. كرة لعبت بارك جين هونغ. كرة ملعوبة، تطلع كرة برا الملعب، اوت. كورنر 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 من طيري. كورنر مرة ثانية. برافو برافو، تسديدة من رقم 11 الحقيقة لي ون كوك، مربط ركبته ومربط كل شيء الحقيقة، ولكن أيضا لاعب خطر. هذا اللاعب 21 سنة عمره، يلعب في سيدني، ولكن فلاح دبشة بيصطادها. لعبة الكورنر، مدفوع الحارس، مدفوع يا كابتن. لعبت توصل ناحية اليسار، فرج لهيب يساعد في الدفاع، يلعبها. شوف كرة يصدها فلاح دبشة. فاول على البريتشي. فاول على البريتشي. هذا الفاول خطر في هذا المكان، مكان في الزاوية هذه، دائما في الزوايا الصعبة الحقيقة. لاعب رقم 8 راح ينفذ. يونغ عدت اطراف. كورنر ضغط المنتخب الكوري. 5 دقائق الأخيرة بيخلص الهدف اللي عليه. منتخب الكويت بيحاول لحد الآن، ال 22 لاعب منطقة 18 المنتخب الكويتي، ويصيدها فلاح دبشة. برافو يا دبشة، برافو يا دبشة، قادم بعافية. فرج لهيب يلعبها، صيدها بشار، صيدها 2 بشار، صيدنا 2 بشار. يا فاول هذه يا حرام يا بشار. صيدنا 2 بتمر سهولة الحقيقة، ولكن بيرتاح المدافع الكوري. لعبت ل4 بارتشن، لعبت كرة تصل ناحية اليمين مرة ثانية، ملعوبة قريبة ل8 يونغ، ولكن برا. كورنر الوقت اصلي باجي عليه 3 دقائق، مع الوقت الضايع في 3 دقائق. كرة اللعب ملعوبة وبيعدها على طول فرج لهيب. كرة اللعب توصل، حاس عليها 4، كرة معاه وبيلعبها، تطلع كرة برا ملعب. كورنر. إذا ضغط المنتخب الكوري وحسابات المنتخب الكوري في الدقائق هذه. وكورنر أيضا، كورنر يتركها فلاح دبشة. 87 دقيقة من المباراة، 87 دقيقة من المباراة، 87 دقيقة حبس أنفاس المباراة. الجمهور الكبير الحقيقة والمشاهدين ورا الشاشة الآن قناة أوربت، وحبس أنفاس بالفعل بهدف واحد يتيم في المباراة. ضغط كوري ودفاع كويتي، هدف كويتي في الدقيقة 43 والنتيجة 1 الكويت لا شيء كوريا. وعصام سكين الكندري، طبعا عصام الكندري، عصام سكين فاول على لهيب.
لعبت الكرة إلى هاسمتشو ناقلها كرة الأمام على طول. لاعب رغم الحيجة خطر جدا ولكن فلاح دبشه فلاح دبشه لعبت عبد الله وبران دشوا الاثنين. عبد الله وبران كرة معه عبد الله وبران ناحية يلعبها على طول في اللعب لوبران تطلع برافو مسكوا الكرة باصوا لعبوا طلعوها اوت مسكوا الوقت واصلين للدقيقة 89 رمي التماس عصام سكين عصام سكين لعبها بريتشي في اللعب تطلع الكرة برا الملعب اوت. هو تشنمو ثم بروفيسور هو تشنمو كان لاعب 8 الحقيقة 60 مع منتخب كوريا في المكسيك كأس العالم. هو المدرب الآن بعد تشوم بعد تشابكم. وجوه صفرة الكل على قاعدة الحقيقة والكل يحسبها. الدقيقة الأخيرة وخطرة ليون جوبيو اوف كانت قاتلة على منتخب الكويت الوطني لكن فوق العارضة الدقيقة 90 والوقت بدل الضايع. عطنا اياه يا حكم كم باقي الله يخليك. هذا اللي لاعب رقم 12 كم الوقت بدل الضايع الان؟ 3 دقائق. قلت لكم والله 3 دقائق انا ساحر احسبها ما عندي ساعة احسبها على حسب ما حصل في المباراة. 3 دقائق مثلكم 3 دقائق باقي و3 دقائق الان باقي في الوقت بدل الضايع والوقت الخطر الان في المباراة بالنسبة للمنتخب الكوري والكويتي. وحبس الأنفاس الآن بالمجموعة الثانية. الصين متقدمها ب4 نقاط تعادل وفوز على اندونيسيا. الكويت تعادل مع اندونيسيا ولحد الآن متقدم على منتخب كوريا. يبقى الخسارة كوريا يبقى نقطة واحدة والصراع يبقى بين اندونيسيا وبين الصين والكويت المباراة القادمة. إذا الكرة لحد الآن تبقى في المباراة. ما زالت وقت بدل الضايع اللي مر منها دقيقة واحدة. كرة اللعب حصلها تطلع كرة برا ملعب رمي التماس لمنتخب الكويت. رمي التماس حسام سكين يلعبها فرج لهيب. رمي التماس تعدي 91 دقيقة الدقائق الأخيرة. اللاعب كرة في عرض الملعب ناحية اليمين. كانشول بيلعبها للأمام ومقطوع دفاع منتخب الكويت. عبد الله وبران واجه وقابل توصل برافو مقطوعة وتوصل لكن ما يحصلها فرج لهيب وحصل في واحد اليمين تلعب وتوصل مرة ثانية ومقطوعة اعكسها تطلع كرة برا الملعب. خلاص ثواني الأخيرة. صفارة الحكم الأمريكي 39 سنة صفارة الحكم الأمريكي. وفي فاول خطر فاول يا شباب. فاول المنطقة هذه خطرة جدا. 92 20 ثانية 30 ثانية الوقت المتبقي. دخلنا في كرة السلة كرة اللعب توصل يونغ هوان وهذا أحمد المطيري. يونغ هوان 8 راح يلعب 8. يونغ هوان لاعب هذا فاضي وتلعب وبيلعبها يبعدها دفاع منتخب الكويت وتوصل كرة اللعب وملعوبة يطلع ساعة الحكم الأمريكي ونظف المنطقة. كرة عالية مالك
اللعبات وعلى طول لعبها الامام تلعب صفر حكم الكويت وحكم الامريكي، والكويت فاز على كوريا، والكويت المره ال16 كوريا، فاز كوريا على الكويت 5 مرات، تعادل 3 مرات. مبروك منتخب الكويت 4 نقاط، يبقى اللقاء مع الصين سهل. التهنئة الحقيقة للمنتخب العربي الكويتي، وصل الآن وقهر المنتخب أيضا الكوري في المجموعة الثانية. مبروك لشباب منتخب الكويت، تهنئة الحقيقة لشباب، تهنئة للجماهير في الكويت. الحقيقة هذا الفوز، هذا التألق، هذه النتيجة، فوز ونتيجة ووصول، والحقيقة حفاظا على النتيجة تستحقون فيها بوسة مني ومن أوربت إيسبن تنقلكم وتنقل للفرق العربية ككل. أعزائي المشاهدين، الكويت بهدف دقيقة 43 بتمرير من بشار وتسجيله من الهويدي، وهدف 43 الشوط الأولاني. إذا المباراة فوز لمنتخب الكويت وتألق لمنتخب الكويت وقهر المنتخب الكوري. إذا أعزائي المشاهدين، هارد لك كوريا، مبروك للكويت. ألقاكم والعودة الآن للزملاء في الاستديو، محدثكم خالد الحربان، إلى اللقاء. طبعا خالد الحربان سعيد كما كل الكويتيين سعيدون بهذه النتيجة، نتيجة فوز المنتخب الكويتي أول 3 نقاط في هذه البطولة، وبالطبع أصبح الرصيد 4 نقاط، وحظوظ المنتخب الكويتي المرور إلى الدور القادم أصبحت قوية وقوية جدا. بالطبع مباراة يمكن نقول بطولية على اعتبار المنتخب الكويتي استطاع أن يحافظ على نتيجة الهدف الذي سجله في الشوط الأول. سادتي وسادتي، فاصل إعلاني قصير ونعود لنتحدث